السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نيفين من مطبخ نيفين الاقتصادي. يا ريت لو اول مره تشوفوا القناه تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل صينيه الجلاش بالجبنه. هنعملها بطريقه سهله وموفره، وكمان الكميه زي ما انتم شايفين كده، وشكلها معايا طري بالشكل ده. هتبقى طريه ومورقه من جوه بالشكل ده اهو. يلا بقى نشوف الطريقه والمقادير معانا ايه. اول خطوه هيبقى معانا هنا الجبنه بتاعتي، دي جبنه بيت عادي. انا بس قلبتها كده تقليبه في الطبق بتاعي عشان تبقى سهله معايا في الفرد. طبعا تقدروا تستعملوا اي جبنه انتوا حابينها، تقدروا تحطوا ميكس جبن، تحطوا عليها زيتون فلفل اخضر. انا بس عشان الاولاد عندي بيحبوها ساده كده فهحط جبنه بيضه بس هكتفي بيها. وهيبقى معايا حوالي نص كوبايه من السمنه السايحه. هحط عليها معلقه صغيره كده من البيكنج باودر وهنقلبها كويس. خلاص انا قلبت البيكنج باودر اهو. هحط بقى معلقتين من الزبادي، وبرده هنقلبهم كويس جدا لحد ما الزبادي يدوب مع السمنه بتاعتي. خلاص انا قلبت الخليط بتاعي اهو بالشكل ده. الخطوه دي هتخلي معاكي الجلاش مورق من جوه وطري. يلا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده هتبقى معانا ايه. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهندهنها بالخليط اللي احنا عملناه ده، السمنه بالزبادي بالبيكنج باودر. هندهنها كويس جدا. انا دهنت الصينيه بتاعتي اهو بالشكل ده. هنجيب بقى ورق الجلاش بتاعنا. اهم حاجه طبعا في ورق الجلاش انه يكون مش ساقع خالص، يعني تطلعيه وتسيبيه يفك خالص ما يبقى ساقع عشان يطلع معاكي طري وما ينشفش. انا هفرد كده الورقه بتاعتي وهنتني الحروف على قد الصينيه بتاعتنا اهو بالشكل ده. وهندهن ندهن كل ورقه كويس. خلاص انا دهنت الورقه كويس اهو. هننزل عليها بالورقه الثانيه وبرده هندهنها كويس. طبعا كل ما بتدهني ورقه ورقه بيطلع معاكي مورق اكتر اهو. هدهنها بقى وهمشي على نفس الخطوات ديت لغايه اما اخلص نص الكميه بتاعه الجلاش بتاعتي. خلاص انا خلصت نص كميه الجلاش اهو بالشكل ده. بعد نص الكميه بالظبط هنبدا نحط الجبنه بتاعتنا. زي ما قلت لكم تقدروا تحشوها حشوات الجبنه اللي انتوا حابينها، وممكن تحطوا مع الجبنه خضار فلفل زيتون طماطم اللي انتوا حابينه. هنبدا بقى نفرد الجبنه على الصينيه بتاعتي كلها. خلاص انا حطيت الجبنه بتاعتي اهو بالشكل ده، وزعتها بالشكل ده. هنبدا نعمل ايه؟ هنكمل بقيه الصينيه بتاعتنا. هننزل بورقه الجلاش، هنكمل نص الكميه معانا. برضو هنعملها بنفس الخطوات وهندهن كل طبقه لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. انا هخلص الكميه بتاعتي وارجع اوريكم شكلها. خلاص يا جماعه انا خلصت الكميه بتاعتي اهو. اخر ورقه بقى معايا اهي بالشكل ده. طبعا انا مش هدهنها عشان هنحط التشريبه بتاعتنا، بس هنطبق الورقه بتاعتنا على جوه بالشكل ده كده مش على بره، عشان الصينيه بتاعتي يبقى شكلها متساوي. برضو الجنب ده هتنيه على جوه. بس كده انا سويت الصينيه بتاعتي اهي بالشكل ده. هنعمل بقى ايه؟ هيبقى معايا كوبايه من اللبن. يبقى معانا كوبايه من اللبن، هننزل عليها بحاجه صغيره كده من الملح عشان الجبنه بيبقى فيها ملح. وهنحط عليها معلقه كمان من الزبادي اهو بالشكل ده. وهنقلب ده كله كويس جدا. وطبعا هنحط عليها بقيه السمنه بتاعتي، مش هنرميها.
وهقلب بقى ده كله كويس. خلاص انا قلبت التشريبه بتاعتي اهو بالشكل ده، بقت جاهزه معايا. قبل ما نحط التشريبه هنبدا نقطع الجلاش بتاعنا. طبعا التقطيعه اللي انتوا عايزينها، حجم كبير حجم صغير، دي بتاعتكم انتوا. هنقطعه كويس جدا. ندخل السكينه لاخر الصينيه بالشكل ده. خلاص انا قطعت الجلاش بتاعي اهو بالشكل ده. طبعا تقطعوه التقطيعه اللي انتوا عايزينها. انا دلوقتي مشغله الفرن يسخن. هنحط بقى التشريبه بتاعتنا، نسقي الجلاش بتاعنا بالتشريبه كلها بالشكل ده اهو. نحرك الصينيه عشان يدخل في الجلاش بتاعي كله اهو. انا حركت الصينيه اهو لحد ما الجلاش بتاعي شرب اللبن. طبعا ممكن تحطوا على التشريبه بتاعتنا بتاعت اللبن ديت بيضه، بس انا ما حبيتش احط بيض. للناس اللي مش بتحب البيض ممكن تستكفي باللبن والزبادي. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا مشغله الفرن، مشغله من تحت بس لغايه اما تاخد لون معايا من تحت، وبعد كده هشغل الشوايه تاخد لون من فوق. انا دلوقتي هدخلها الفرن وبعد كده نرجع نشوف شكلها عامل ازاي. خلاص يا جماعه الصينيه بتاعتي طلعت من الفرن اهي بالشكل ده. خدت بالظبط معايا حوالي ربع ساعه من تحت لحد ما احمرت الطروف بتاعتها بالشكل ده. وبعد كده طفيت من تحت وشغلت من فوق الشوايه حوالي دقيقتين عشان تاخد لون. طبعا تقدروا ترشوا عليها قبل ما تدخلوها الفرن حبه البركه، سمسم اللي انتوا عايزينه، او تخلوها كده زي ما هي. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم وجربوها ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.